بعد خبر تعاون كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز في فيلم واحد بيحمل عنوان اسمه بيت الروبي، خلى الناس تستنى الفيلم بفارغ الصبر وينتظروا الساحات الافلام لعرضه في السينمات. في الفيديو ده هنكلم حضراتكم عن قصة الفيلم ودور كل فنان في داخل العمل ده. والبداية مع كريم عبد العزيز اللي بيمثل شخصية البلوجر إبراهيم الروبي، اللي هو أصلا بيلقي الضوء على الإنفلونسر عموما وعمل البلوجر، ويمر بعديد من الأزمات والمواقف داخل أحداث العمل. بالنسبة كمان للفنانة نور، وبتظهر كزوجة كريم عبد العزيز وبتشتغل طبيبة أحد الأمراض النساء عموما في أحد المستشفيات، وبسبب معاناتها جدا مع الأمومة هتضطر إنها تسرق أحد الأطفال من المستشفى. وبالرغم من تكرار شخصية الطبيب في أكتر من عمل مؤخرا زي جميل أخصائي تجميل وشخصية موضوع عائلي، إلا إنها ما يمنعهاش إنها تكرر التجربة مرة تانية في بيت الروبي بشخصية مختلفة وكوميدية في نفس الوقت. وهيشارك أيضا في الفيلم ده كريم محمود عبد العزيز بشخصية شقيق إبراهيم الروبي في الفيلم ده. كمان هتشارك كمان طارق عماد في البطولة، وهتبقى تظهر بزوجة كريم محمود عبد العزيز. والفيلم من اخراج المخرج المبدع بيتر ميمي، اللي بيطلع اي عمل بيكون بياخد الاوسكار بصراحه في العمل في تنفيذه. طبعا الفيلم ده هينزل في موسم عيد الاضحى، وهنشوف كمان كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز الكيمياء بينهم هتبقى شكلها ازاي. والناس اللي بتسأل عن سر استبعاد منة شلبي من تصوير فيلم بيت الروبي، السبب الأساسي مش استبعاد ولا حاجة، ده السبب الأساسي كان تعارض تصوير مسلسلها مع فيلم بيت الروبي فأدى إلى احتضارها وكمان استعوضها بمنور اللبنانية. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وكمان فعل السبسكرايب، ومع تحياتي لكم كلكم هادي أحمد.